ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل المكرونه البشاميل، وازاي تطلع معانا سايحه وجوسي كده زي ما بنشتريها من اكبر المطاعم. اول حاجه هنبدا اللي احنا نحضرها المكرونه. عندنا ميه تكون بتغلي، هننزل ب 500 جرام من المكرونه الاقلام. هنبدا اللي احنا نسلقها 3/4 سوا. بعد كده هنبدا اللي احنا ناخدها نغسلها تحت الحنفيه، ونبدأ نحطها على عندنا جنب. بصلة كبيرة هنقطعها مكعبات صغيرة، وبعد كده هننزل بنص كيلو من اللحمة. هنبدأ كده نقلبهم مع بعض لحد ما البصلة تدبل وتصفر معايا. هبدأ أنزل باللحمة. بعد كده هحط توابل من كل حاجة معلقة صغيرة: فلفل، كمون، كزبرة، بهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الملح. وهضيف 2 حباية طماطم ضربهم في الخلاط لحد ما تتقل معايا ويكون بالقوام ده. بعد كده هحضر البشاميل، عبارة عن نص كوب من الزيت، 2 معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة. ممكن نعمل ميكس بين التلاتة: زبدة وسمنة وزيت، ولو متوفر زيت بس تشتغلي، سمنة بس تشتغلي. بعد كده هبدأ أنزل ب3/4 كوب من الدقيق وهقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هنزل ب2 رتل من الحليب، ايد بتقلب وايد التانية بنزل بالحليب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هقلب لحد ما يكون القوام خفيف كده. هحط معلقة كبيرة من الملح. ممكن تضيفي على البشاميل 2 معلقة كبيرة من الجبنة الكيري أو 2 معلقة كبيرة من وش اللبن. بعد كده هبدأ اللي انا اخد المكرونة واحط عليها كده حوالي 3 كرنيب من البشاميل واقلبهم مع بعض. هجيب الصينية احط فيها مسحة بسيطة من الزيت، وبعد كده هبدأ احط طبقة خفيفة من البشاميل، وهبدأ ارص المكرونة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ اللي انا احط اللحمة. هبدأ احط طبقة من الجبنة، جبنة ميكس شيدر مع رومي مع جبنة موزاريلا، وده اختياري، تحطي اي ميكس جبن عندك. وبعد كده هبدأ احط طبقة مكرونة تانية وابدأ ارصها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده عندنا الفرن شغال قبلها بربع ساعة على اعلى درجة حرارة. بدخل الصينية في اول الرف اللي من تحت. اول لما هتاخد لون هبدأ ارفعها لتحت الشواية تاخد لون من على الوش. بدأت احط طبقة البشاميل وببدأ اعمل فتحات كده للمكرونة علشان البشاميل ينزل كده، علشان تكون معايا جوسي ونفس طعم الجاهزة واحلى كمان. كل ما كان البشاميل خفيف طعمها بيكون احلى بكتير. بعد ما دخلتها الفرن وخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده كده، شايفين ما شاء الله شكلها ما شاء الله زي الجاهزة واحلى كمان. ممكن تحطي على الوش برضو رشة جبنة، وده اختياري بس انا ما حطيتش. زي ما انتوا شايفين انا قطعتها على طول وهي سخنة، لما بتبرد بتمسك بس.